السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي دايرين؟ مع الصحه؟ مرحبا بيا عندكم، مرحبا بكم عندي. اليوم قررت نشارك معكم واحد الشلابه وغندير فيها زواقه جديده، وغنوريكم كيفاش ناخد العبار باش نلصقوا الكانفا. اول حاجه كناخدوا العرض ديال الصدر، كنقسموه على جوج كيف كتشوفوا في الفيديو، وعاد باش من بعد الزواقه كنكون واخده ليها قياسها، حاسبه شحال فيها من عين، لا في الطول ولا في العرض. كناخد النص ديالها تا هو، وديك الساعه كنحاول نطراسي في جلابه باش نحط الكانفا مقاده، باش ما يجيش شي تفاوت ولا تجي الكانفا مايله اليمين ولا مايله اليسار، ولا يعني كيف كتشوفوا في الفيديو. راقبوا غير الفيديو غادي تفهموا الهضره اللي كنقول. هي الكانفا الا ما تبتياش مزيان، بالنسبه لك الا كانت زواقه كبيره كتجيك صعيبه الكانفا انك تلصقيها دغيا، يعني خاصك تبقاي تقادي تجي فاوته، ولا اما الا كانت زواقه صغيره راه دغيا كتغلبي عليها. هاد الكبيره هي كتغلب عليك. باش تحطيها في المنتصف كنهبط شويه باش حيت غادي تجي واحد شي 8 سنتيم محلوله في الصدر. هذاكشي علاش هبط الكانفا شويه. دابا ملي كتلقاي المنتصف وكتعرفي راسك بانك حطيتي الكانفا مقاده، كتشديها اول حاجه بالفنيت، تشديها بالفنيت عاد باش من بعد كدوز خياطه. دابا غادا نثبتها بالفنيت كامله عاد باش من بعد نبدا نخيط. دابا غادا نبداو الخياطه.
دابا في الخياطه ماشي بالضروره انك ملي تبداي تبتي في الخياطه ديري ضربه على اختها، ماشي ضروري. يعني تقدري تبداي تخيطي تضربي فوق 2 عيون 3 عاد باش تضربي عين. يعني بحال بغا غير تبتي الكانفا، ماشي غتخيطيها كاع خياطه ديال الصح، وغتخيطيها من جميع الجوانب. يعني دوري بالكانفا كامله وديري الوسط وديري جناب، تجيبي الخياطه من هاد القنت لهاد القنت ومن القنت الاخر للقنت التحتاني. يعني غتبتيها مزيان باش ما تبقاش ملي ديري المرمى وتبداي تزيري ما تفاوتلك لهاك لهاك. ولكن اهم حاجه اللي انا باغا نقولها لكم ونوصلها لكم ودرت على قبل هذا الفيديو غنقولها في الاخر، داكشي علاش خصكم تبقاو حاضرين الفيديو تيكمل، لان هادشي اللي غنوريه لكم غيكون في الاخر. وفايته دايره لكم واحد الفيديو عليه، وما قلبت في اليوتيوب ما لقيت حتى وحده ما مطرقه لهذا الموضوع، وكيجي ساهله كتجي ساهله. دابا حضروا معايا الفيديو حتى الاخر وغادي تشوفوا شنو بغيت نوصل لكم. دابا هي الكانفا تخيطت كامله، كلها تخيطت تبتت. غيتحيدوا الفنيت، والكانفا ما خصها تبت كامله باش ما يجيوش شي بلايص طالعين على الثوب، يكونوا هذوك البلايص ما بحال مبوقين، حنا نقولوا ما كيجيوش ثابتين على الثوب. هذوك اللي كيجيو طالعين على الثوب كتجي فيهم الخدمه مزاحمه. الوقت اللي كتبقى غدا ديك التبويقه غدا طالعه ملي كتوصلي تليها كتجي بحال الزواقه مراكبه على بعضياتها، كيجيو العيون مراكبين على بعضياتهم ولا مزاحمين، ما كتجيش الكروه واخده حقها في الثوب. المهم ملي كتلصقيها، انا دابا غنبدا نحيد في الفنيت، ومن بعد غنطراسيه. نتوما غتشوفوا الطراساج اللي طراسيت، لان ملي كتكون زواقه صغيره واخا ما طراسيش كتجيك ساهله الخدمه، اما زواقه كبيره كتجي صعيبه انك تبقاي تشوف في الكانفا وتحسبي وتعاودي، ضروري كتخطئي في الطراساج كتهناي. انت دابا هادي هي الرشمه اللي باغا نديرها، ها هي طراسيتها كامله في الكانفا. ولكن واحد الحاجه غديروها، ما تخطئوش الخطا اللي خطأت انا لصقت الكانفا عاد باش طراسيت. يعني الستيلو كيخرج في الثوب، طراسيو في الكانفا باقا ما لصقتوهاش، تطراسيوها عاد باش تلصقوها باش تجي زوينه. شتو هاد الطريقه كتجي زوينه وكتجي سهله. وخليت لكم الراحه، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. هاد الطريقه ما كاينه حتى في شي قناه. ملي كطراسيو الكانفا راه كتجي رائعه وكتجيكم ساهله الخدمه، كتخدموا بعينيكم مغمضين. يلا بسلام عليكم، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. غادي تشوفوا معايا تا الطرزات ملي حيدت الكانفا وملي دايره لكم شي صور باقا الكانفا، وملي حيدت الكانفا كي جات البياسه.